يا رب اجبرني وفرحني واسعد ايامي وهنيني. يا رب ارزقني وريحني، خفف ليا دموع عيني، واهدي اليا جميل عوضك، وارزقني سكينة صبرك، من اهل الشر نجيني يا رب. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي فترة كتير مش بصور، معلش كنت تعبانة شوية انا والولاد، فكنت واخدة بريك كده من كل حاجة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. عايزة اقولكوا كده تصلوا على النبي في الكومنتات، كل سنة وانتم طيبين ونسبة الإسراء والمعراج، وان شاء الله كده زودوا الدعوات وافتكروني بدعوة كده وانتوا صايمين. بكرة ان شاء الله صيام، افتكروني كده ان ربنا يريح بالي ويشفيني ويشفي ولادي ويشيل عنا يا رب، ويرزقنا دايما بالخير يا رب. عايزه اقول لكم النهارده هنعمل صينيه بطاطس كده في السريع. بصوا انا معايا بطاطس، معايا ده حوالي كيلو بطاطس، غسلته وقطعته زي ما انتوا شايفين تخين كده. معايا بقى البصل، معايا كام بصل صغيرين كده، لقيتهم هيزرعوا كده وعملوا بصل اخضر، بس قلت اما اعملهم هما الاول. فانا قطعتها كده، بس انا قطعتهم كلهم بالبتاعه بتاعت المبشره دي عشان يبقوا كلهم نفس الشكل. هو مش هيدي اي طعم ولا حاجه، بس هو كتغيير يعني. ف عايزه اقولكوا ايه، عايزه اقولكوا حطوا اللايك ويعملوا اشتراك للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بعمله، ويتصلوا على النبي في الكومنتات. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بحبكم قوي قوي قوي، وميرسي جدا انتوا بتتفرجوا عليا وان انتوا متابعيني، وشرف على دماغي يا رب بقى قد الثقه ديت. بصوا بقى البصل الاخضر بقى انا بنضفه كده، وانا لو سبته في اصلا هيعمل بصل اخضر، هو بصل اخضر بس لسه صغير. بس مش الرجيم. بس التليفون ده وقع، معلش سامحوني، نسيت اشيلها، مش هقدر اعمل لها الحته دي مونتيج للاسف، لازم اعملها. بصوا بقى هقطعها بقى كده صغير خالص، اللي هو البصل الاخضر ده اقطعه صغير خالص خالص على قد ما اقدر يعني. واقوم جايبه صينيه دلوقتي وحاطه بقى عليه شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، معلقه كزبره ناشفه. صينيه البطاطس بتحب جدا البصل بتحب البصل، بتحب الكمون والكزبره قوي. بس هدعك كده بيها البصل دوت، وبعدين بقى اجيب الفراخ واقوم ايه، بس كده حبة البصل دعك بيها الفراخ. انا معايا دي فرخة طبعا غسلاها ونقعاها وشطفاها كل ده عملته. حطوا لايك يا حبايبي، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. اهم حاجة هتبلها كويس. بص انا اول ما اقول هسجل بتنوم بيجيلي، معرفش ليه. بص بقى هحط بقى البصل كمان تحت الجلد كده عشان يديها طعم. اتبلها كويس اهم حاجة عشان يبقى دي الكوباية والقلوصية عشان يبقى الفراخ ليها طعم. احط بقى البطاطس، احاول ارصها كده عشان يبقى الصينية في الاخر شكلها حلو. انزل عليها بقى بالبصل والفلفل، وانزل عليهم بقى برشة ملح ورشة بسم الله الرحمن الرحيم كمون ورشة فلفل، رشة كده صغيرة من كل حاجة عشان تطعم. طبعا انا ضربة قوطة، حط في القوطة دي واحدة مرقة دجاج، واحدة ورقة رورة، وحط فيها معلقة بهارات فراخ، حط فيها ايه تاني بتساوي شوية ملح صغيرين، وبصلاية برضه في الصلصة. الصلصة دي بس انا بعملها تقيلة كده. بشطف طبعا اسمه ايه دوت الذرة بتاع الشفشة من مكان الصلصة، واقوم حطها في الصينية وهدخلها بقى على الفرن، اغطيها الاول
عندي غطا حلة بيخش عليها، بس كانت بصلصة صلصة ورحت حاطة معلقة كمان عليها، اغطيها بقى واحطها على الشبكة وشغل بقى ايه، هشغل بسم الله الرحمن الرحيم، شغل من فوق تحت. بص شكلها بعد ما استوى عملت جنبها شوية رز اخضر كده، وهي بص بقى ما شاء الله شكلها يجنن ازاي، بص ما شاء الله تفرح، مستوية وجميلة ومفيهاش طعم زفارة ولا ريحة زفارة ولا اي حاجة. تدينا النهاردة كمان بسيط وخفيف كده. احط بقى ناكل، احط بقى اكل للولاد الاول وبعدين هنبقى ناكل احنا. كده بقى خلصنا الفيديو، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وحشتوني قوي وباي باي.